النهارده الاثنين 18 سبتمبر 2023، اول ايام انطلاق الدوري العام المصري تحت مسمى دوري النيل. نتمنى طبعا المسابقه تمشي بشكل منضبط، تمشي بشكل عادل، تمشي بشكل اعلاميا وتحكيميا وتنظيميا واخراج تلفزيوني، كل حاجه يبقى بالفير وبالعدل وبشكل يليق بمصر. احنا شايفين الدول العربيه وعلى راسها السعوديه بتعمل ايه، وبتخرج الدوري بتاعها باي شكل، وبتنظمه باي شكل، وبتنضبط فيه باي شكل. نتمنى ان احنا نشوف كده في مصر. الموسم ده انا اتوقع مش مساله ان انا عشان بورسعيدي يعني، لا، انا اتوقع ظهور قوي جدا للنادي المصري. النادي المصري اصبح فيه استقرار فني، اصبح فيه صفقات قويه، واهمها طبعا صفقه الاستاذ كامل ابو علي، هو الصفقه الاهم في المصري حاليا. كابتن علي ماهر ان شاء الله قادر ان هو يقود الفرقه لمكانه باذن الله رب العالمين، مكانه بعيده يعني. اتوقع برضو ظهور قوي جدا 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 كالعاده، بس السنه دي انا اتوقعها بشكل اعلى لبيراميدز. بيراميدز عامل معسكر اعداد قوي، وبادئ بدايه قويه، وعمل ماتش امبارح في افريقيا كويس. اتوقع عدم ظهور فيوتشر زي ما كان عليه الموسمين اللي فاتوا. اعتقد ان هو ممكن يبقى اقل. الزمالك هيكون بعيد عن المنافسه في توقعي الشخصي. الزمالك طبعا يعني مش عايز اقول بقى عشان الناس هتقول انت زملكاوي ان هو تم هدمه بفعل فاعلين من داخله ومن خارجه، بس هو فعلا تم هدمه. فبالتالي هو هيكون بعيدا عن المنافسه خالص، ومش هيظهر بالشكل اللي هو يليق بيه كاسم. بس دايما وابدا جماهير الزمالك بتحبه في جميع احواله. ان شاء الله باذن الله نستمتع بكوره كويسه نظيفه وعادله، وباذن الله نقول للفائز دائما مبروك، ونقول للخاسر هارد لك، ويبقى المباريات كلها ماشيه بروح رياضيه، الناس تتقبل الهزيمه زي ما بتفرح بالفوز. ودمتم دايما سالمين.